اغلط غلطه وافتح التلفزيون واتفرج على حاجه. هتتفرج على 5 دقايق من مسلسل كله اسفاف وقله ادب وسفاله، ناس ما عندهاش دين ولا اخلاق، ماشي، و13 دقيقه بتتفرج على اعلانات عباره عن رقص واغاني. هاتك بقى مريم فارس، لا روبي، كل اللي بيعرف يرقص طالع عامل اعلان وعاملين اغنيه حلوه تسمع مع الناس، ولا الناس اصلا معاها تشتري في معمار زايد ولا معمار المرشدي ولا فريشات ولا تلاجات ولا تلفزيونات ولا اي حاجه في الدنيا اللي انتوا عاملين عليها. انتوا عاملين اعلانات لفئه معينه، اعرضوها للفئه دي. او اقول لكم اسهل من كده، ما تجيبوش ممثلين يعملوا اعلانات، انتوا خدوا الفلوس اللي هتدوها للممثلين ادفعوها للتبرعات بتاعه المستشفيات اللي انتوا عايزينها من الناس الغلابه. ما هو انتوا مستقصدين ان احنا نتبرع، يصعب علينا الناس اللي في المستشفيات اللي بتوجعوا قلوبنا اكتر ما هي موجوعه، وتدوا الدولارات للممثلين اللي طالعين يرقصوا في رمضان في شهر الفضل الكريم. هو ده الشهر اللي المفروض الناس بيتعبدوا فيه ربنا، لا احنا بنتفرج على رقص وفجور. هو ده اللي بيحصل والله. فين الابتهالات؟ فين الادعيه؟ فين الذكر؟ فين الصلوات؟ فين الحاجات الجميله بتاعت زمان؟ فين بكار والبرامج الهادفه اللي بتعلم الاطفال الحاجات الحلوه؟ فين برامج الدين؟ في ايه؟ احنا اتعودنا خلاص الاذان يقدم من هنا نجيب رامز كانه التمر، بنفطر على رامز. ما تقفلوه، انتوا كده كده بتخلصوا فطار وتقوموا، محدش بيتفرج عليه، كل واحده بتروح تشوف هي بتعمل ايه ومحدش بيتفرج عليه. ما تقفلوه، ما تقلبوه، الا كل سنه تدعموه وتفضلوا مشغلينه، وكل سنه يعمل لنا برنامج مليان شويه ممثلين جايين لابسين في رمضان، استغفر الله العظيم يا رب، لبس قذر ما حدش يلبسه، والرجاله والشباب يتفرجوا ويشيلوا ذنوب وهي تشيل ذنوب وكله على قفانا. حاجه في منتهى البشاعه اللي في الدنيا، والله العظيم حرام اللي بيحصل لنا ده. ضيعتوا طعم الشهر الكريم وضيعتوا طعم كل حاجه حلوه. ايه؟ ليه اللي بيحصل ده؟ انا مش فاهمه والله. التلفزيون بقى عباره عن اعلانات رقص زائد تبرعات. هتتفرج على الرقص وبعدين توجع قلبك، بنحس ان احنا مش عايشين وان الحياه جايه علينا وان هم عايشين في اماكن